عايزه حاجه يا حبيبتي؟ انذار كاذب. تينا ما توسعي شويه بقى. هشام، ايه اللي وقع ده؟ صباح الخير. صباح النور يا حبيبتي. ايه ده، انت نمت هنا؟ لا لا خالص خالص، انا بس يعني ما حبيتش عليك كده من نومك فجيت هنا اقرا شويه. تقرا؟ بجد؟ طب كنت بتقرا ايه؟ يعني كتاب. كتاب عن ايه؟ كتاب قصه كده. قصه عن واحده اتجوزت حبيبها وفي شم النسيم المحافظ راح الجنينه. احداث كتير. هشام، انت فكيت الشفره بتاعت القنوات اللي على الاوروبي؟ بتتفك؟ امال كنت في الصاله بتعمل ايه؟ حبيبي انت كويس؟ انا كويس الحمد لله على كل حال. ايه على كل حال يعني ايه دي؟ عادي على كل حاجه يعني عموما عادي. لا معلش، انت ما قلتهاش عادي، يعني قلتها من تحت ضرسك كده. انت كتير قوي بتقولي كلام من تحت ضرسك. طب قولي كوثر كده. هشام، بص يا دينا حبيبتي، انا هقول لك الحقيقه. اصل انا ما عرفتش انام يعني عشان يعني انت بتيجي عليا قوي كده. باجي عليك؟ يعني بتفضلي تتقلبي لحد ما بتروحي. قصدك يعني باخد السرير كله؟ يعني مش بالظبط طبعا، انا عارف ان انت كتكوته كده وصغنونه، بس ده في المساحات العاديه. بنيجي بقى عند السرير موضوع بيختلف خالص. فجأة كده بتتحولي، بتبقى عاملة زي الوحوش دول اللي بيطلعوا في الأفلام، عارفاهم؟ اللي بيبقوا بدراعات كتيرة أوي و7 9 رجول دول، ومنين ما يروح البطل تلاقي الوحش في وشه ويقوم بقى الوحش بس فجيت على الصالة. لا طب خلاص يعني فهمت. أنا آسفة، أوعدك إن بعد كده هلتزم من الناحية بتاعتي في السرير، أوكي؟ وبلاش تحضنيني. بلاش أحضنك؟ أيوه شكرا. لا استنى، تعالى هنا. فهمني بقى. ايه بص يا حبيبتي، انا ما بعرفش انام وفي حد كده بيحضن فيا. مش عاوزني أنا
احضنك انت. على فكره بقى يا هشام، الرجاله بيحبوا يحضنوا مراتاتهم. لا ما بيحبوش. لا بيحب. لا ما بيحبوش يا شيخ. وفي راجل بيحب يحضن مراته الا اذا يعني لو ناوي كده على حاجه. انت فاهم؟ لا انا مش مصدقه. ومن امتى بقى الكلام ده ان شاء الله؟ من اول ما ابتديتي تنامي جنبي. يا سلام، معقوله قعدت 7 سنين بحالها وما بتفتحش بقك؟ وما كنتش ناوي اتكلم والله. يعني انت على كنبه كتير؟ يعني مرتين 3 كده. بصي انسي الموضوع ده خالص. انا هاجي على نفسي. يلا. تيجي على نفسك؟ يا سلام. ايه يا دينا بقى، يا دينا ما تقفليش على الواحده بقى. امال انا الموضوع ده ما كانش بيضايقني في الاول، بس انت عارفه بقى العظمه كبرت. واضح ان ده بحكم السن. ده الواحد خلاص باينها جوه، واقف جوه الاسانسير. امشي من قدامي دلوقتي يا هشام، لكن والله العظيم اديك حته دين حضن قطع نفسك بقى بجد. بس بقى ما تزعليش. ما زعلش. بصي انت عايز تعرفي الحقيقه؟ انا هقول لك الحقيقه. دي غلطه نينا فوقيه بقى، الله يرحمها. نينا فوقيه. والله مش بعيد تبقى نينا فوقيه هي سبب في النكسه كمان بالمره. انت بتتريقي؟ ماشي. بصي، هو الكلام يمكن يبان اهبل شويه، بس هي دي الحقيقه. اصل واحنا صغيرين كنا دايما بنروح نزور نينا فوقيه، الله يرحمها بقى. كانت شقتها صغيره كده، وانا وعصام كنا بننام جنب بعض على كنبه من اللي بيتفردوا دول، عارفاهم؟ الكنب الصغير ده اللي بيتفرد. تخيلي انت بقى، انا وعصام نايمين جنب بعض طول الليل، وعصام بقى ما بيبطلش فرق، يفضل يتقلب لحد ما بيروح راكب على صدري كده، يكتب على نفسي. خلاص ببقى مش قادر اتنفس، وببقى بحس اني هغرق. ما بقدرش اتكلم طبعا، لاني لما بصحيه بيفضل بقى يضحك عليا ويفطس على روحه من الضحك الاهبل، مش عارف ليه، ويفطس فيا اكتر. ولما كنت بنادي على نينا فوقيه كانت تطلع تقول لي انت بتزعل ايه؟ بس يا هشام عاوزين ننام. فكنت بفضل طول الليل نايم، بس صاحي مفنجل عينيا كده ومش جاي لي نوم. شفتي؟ هي دي المشكله. واضح ان الموضوع ده مسبب لي عقده جامده. بس انت مالكيش ذنب بالحكايه دي خالص. انسي. انت عادي، نامي، رفصي، شلتي، عبطي، اعملي كل اللي انت عايزاه. دي مشكلتي انا، دي مشكلتي انت، مالكيش دخل فيها. لا خلاص يا هشام، انا يعني ما كنتش فاهم الموضوع كده. بص، من هنا ورايح انا هبقى اديلك مساحتك في السرير. خلاص. صباح الخير يا قمر. اعمل لك شاي معايا؟ لا خلص، شربت كله. انا تعبانه قوي والله. طيب رايح فين؟ هروح عند ماما اجيب منها شاي. عشان تفتكرني وحشه ومش قادره حتى اعمل لجوزي كوبايه شاي على الصبح. يا ستي ما هي فاكره كده اصلا. ما عندناش شاي، خلص، شربته كله. اهلا يا عصام. صباح الخير. صباح النور. امال نادين فين؟ في المدرسه. ازاي؟ ده انا وهي متفقين نروح مع بعض المدرسه سوا النهارده عشان نحضر حصه العربي. اصلها هتاخد النهارده الكلمات اللي بتبدا بحرف الضاد. ها؟ بحرف الضاد. ضابط. انتي مالك، عيانه ولا ايه؟ لا ابدا، انا بس ما عرفتش انام كويس امبارح. انت سبب على فكره يا عصام. اخص عليك ليه كده يا اخي؟ ليه تغلس على اخوك لما كنتوا صغيرين وبتباتوا عندنا فوقيه؟ قصدك ايه يا دينا؟ لما كنتوا بتباتوا عند جدتكم على الكنبه اللي بتتفتح دي جنب بعض.
احنا عمرنا انا وهشام ما نمنا جنب بعض على الكنبه اللي بتتفتح دي. لا نمتوا لما كنتوا بتروحوا لجدتكم في الشقه الصغيره بتاعتها دي. يا دينا اصلا بيت نينا فوقيه في الشرقيه ده 3 ادوار، وكل واحد فينا كان بياخد اوضه لوحده يبرطع فيها زي ما هو عايز. دي كانت ايام جميله قوي. بص 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 جبت ايه؟ شاي وكيكه ماما حشيها جيلي. كذاب. لا والله انا ما قلتش الكيكه جيلي عادي. ده بقى ايه قلت الحكايه كلها؟ هنا فوقيه والسرير اللي بيتفتح في الشقه الصغيره. انت عمرك ما نمت جنب ابوك على كنبه واحده. انت كنت بتكذب عليا يا كذاب يا كذاب. لا 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 مش كدبه. حسام قال لي. خلاص ماشي تبقى كدبه. كذبت عليا ليه؟ عشان ما تزعليش مني، لاني مش عايزك تحضنيني. انت مش عايز دينا تحضنك؟ عصام لو سمحت ده كلام كبار، اتكل انت بس على الله دلوقتي. يا عصام جوزي مش عاوز احضنه. واحنا نايمين بس. طيب انتوا تمام، ربنا معاكم. بس يا دوبك الجرس ضرب فعايز الحق حصه العربي. لعلمك بقى انا ولا عاوز احضنك ولا المسك ولا انام جنبك اصلا. انت مريض ومحتاج تتعالج يا حبيبتي بس. لا بس خلاص. ايه مفيش حبيبتي مفيش حبيبتي. مش انت مش عايز حد يحضنك؟ ماشي خلاص يا هشام، انا ما عنديش اي مشاكل، مفيش احضان. يا دينا بقى يا دينا، انا ما عنديش مانع تبقي جنبي، بس تخليكي جنبي مش فوقيا. بس يا هشام انا فهمت. حصل خير. خلاص مش تعال ناكل الكيكه بقى. كيكه؟ ماشي. اتفضل. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. انا هشام جار حضرتك في الدور اللي فوق. اوعى تقول لي ان العيانين بتوعي بوظوا الاسانسير مره تانية. انا الشهر اللي فات لا اسانسير تمام وكله زي الفل. انا اللي جاي لحضرتك كنت عايز اقعد اتكلم معاك شويه. وقطعت كشف بره. اتفضل يا استاذ هشام، اتفضل. اتفضل جدا. مش على الكرسي بتاعي. انا اسف. ها يا سيدي. هو فكرة دينا مراتي ان اجي هنا واتكلم مع حضرتك عشان يعني هي حصل بينا مشكلة كده، خناقة. هي مش خناقة قوي عشان مفيش حد اتعور الحمد لله دلوقتي. كيكة الجيلي بتاعتي. واتخانقتوا ليه بالظبط؟ انا عندي مشاكل يعني، مش عارف انام مع مراتي لا لحظة في حياتك واحده تانية؟ لا لحظة. عندك مشاكل طبيه؟ لا لحظة عشان كده بقول لحضرتك لحظة واحدة. انا ما عنديش اي مشاكل طبية، كله زي الفل الحمد لله. بس يعني انا اقصد النوم نفسه. النوم يعني. النوم لخ. ده يعني هي دينا وانا نايم عادي كده في امان الله في حالي بتروح جاي عليا كده، انا طبعا بضطر ابعد، بتروح جايه اكتر فانا بضطر ابعد اكتر. بنفضل كده لحد بقى ايه ما تروح لازقه فيا كده ومزنقاني، وبعدين تقوم حضناني. طب تعالى نفكر في الموضوع من وجهة نظر دينا نفسها. ليه؟ عشان نفهم هي بتعمل اللي بتعمله ده ليه. تفتكر يا هشام هي بتبقى عايزة تحضنك ليه؟ بالليل وانتوا نايمين. ما عنديش اي فكرة بصراحة. غمض عينك دلوقتي. عاوزك يا هشام تتخيل ان انت دينا. هشام حشومك عني. ايوه قولي لي يا دينا، ايه في حياتك اللي بيخليكي عاوزه تتشعلقي في جوزك وهو نايم؟ ايه ده
بدوس على الحته دي لقيتها ادخل من الحته دي غريبة جدا. افتح عينك يا هشام، افتح عينك يا هشام. انا اسف جدا يا دكتور. محفظتي. انا بهزر معاك يا دكتور. بص يا هشام، دينا ممكن تكون مفتقدة الإحساس بالألفة معاك، يعني بتحس طول اليوم إنها مش قريبة منك، فتيجي على بالليل تبقى عاوزة تقرب منك عشان تعوض الإحساس بعدم الألفة ده. ايوه كلام حضرتك مظبوط جدا يا، بس مش فاهم حاجه. أنت بتلمس مراتك؟ يعني بتقرب منها، بتحضنها، بتمسك ايديها؟ ايه يا دكتور، احنا متجوزين على فكره. ايه يعني متجوزين؟ يا هشام، دلع الراجل لمراته مش بس على قد شهر العسل. عارف الكلام ده، عارف. طب خلاص، يلا روح البيت ووري دينا قد ايه انت بتحبها. دلوقتي. ايوه دلوقتي، اتفضل دلوقتي. يلا اخلص. حاضر. طب يا دكتور، يعني احنا ما طولناش في الجلسه يعني ولا حاجه، اخد من باقي البان وانا ماشي ولا ايه؟ بهزر معاك يا ساتر، فيش صح؟ الله. خبر؟ ايه ده كله ده؟ يا خليل، ده احنا سايبينك عشان تقعد مع الولاد. انا قاعد اهو. حسب الواد هيوقع البتاعه دي. طيب معلش يا طارق، اديني 5 واجي احط معاك الحاجات. يا حبيبتي ما تحمليش هم، انا عارفه انت بتحطي كل حاجه فين. يلا دي مع الاوضه. يلا يا حبيبي، اقدر الزروطه دي. دينا دون دندونتي. انتوا هنا؟ ايه مراتي وبسلم عليها عادي. انت مهاجر ولا حاجه؟ على فكره انت ممكن تسلم عليا بنفس الطريقه. ده لما هاجر ان شاء الله. طيب بقول يا جماعه، يعني بعد اذنكم، يعني انا اسف جدا بس ممكن يعني عاوز اقول لدينا كده موضوع مهم لوحدنا. اشمعنى؟ يا بابا انت تدخل لي قافيه ولا يا بابا؟ يا راجل، تلاقيه عامل عامله وعايز يصالحها. يلا عملت ايه؟ كنتش اتجوزت عليها؟ ايوه فعلا اتجوزت عليها، وهجيبها تبات معانا هنا النهارده ان شاء الله. باي، تصبحوا على خير. وتعالى تعالى يا حبيبي العمر، تعالى. ايه بقى؟ هشام، انت بتعمل ايه؟ ايه؟ بوريك ان الحب والحنان ما بيخلصوش في شهر العسل. ها؟ يعني بتحاول تساعدني يعني ولا بتعمل ايه؟ لا يعني بحاول. قصدك يعني بتحاول تعتذر؟ لا خلاص، ما حصلش حاجه. روح شوف مساحه. مساحة؟ ادينا بقى، انا جاي لك يا حبيبتي عشان امسك فيك شويه. نعم. لا مش زي ما انت فهمت خالص، اقصد يعني اعبر لك عن حبي وحناني. يلا خدي شويه حنينيها. هشام، انت كده بتتبارك بيا؟ بص النبي، لم شويه الحاجات اللي متطوره دي كده. ماشي يا دينا، بس خليكي فاكره بقى اهو، انا بحاول ابقى حنين معاكي. اكتبها في ورقه والزقها على التلاجة عشان افتكر. ومن امتى يعني الكلام ده؟ ايه عادي، الانسان بيتغير. تكونش اتجوزت عليا بجد؟ عرفتي؟ لا طبعا، هو اتجوز وانا اتجوزت. لا خالص، انا بس رحت للدكتور منصور. دكتور منصور؟ مش انتي قلتي لي اقعد مع حد واتكلم معاه؟ وهو بقى اللي قالك تتلزق فيا كده؟ لزق فيكي؟ ماشي،
هو قال لي انت مراتي حبيبتي ولازم دايما اعبر لك عن حبي وحناني، وانا لازم اعمل كده. لا انا عايز اعمل كده انا. يعني انت فعلا رحت للدكتور عشان مشكله اياها؟ وعملت كده عشاني؟ ايوه عشان انت فاهمه بقى. صابون بالشوكولاته. ماشي ماشي. طب تيجي نقوم نغسل ايدينا؟ يلا. لا 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 خلينا كده. تصبح على خير يا حبيبي. وانت من اهله حبيبتي. ايه مالك؟ لا اصل كنت بفكر بس في الحاجات اللي انا عملتها النهارده طول اليوم. بقول يعني ما دام انا عملت كده طول اليوم كله بالنهار، فبيتهيألي يعني ان انت مش محتاجه اعمل كده برضو بالليل. يعني انت كنت حنين معايا طول النهار عشان ما احضنكش بالليل؟ انا لازم انام وارتاح عشان بكره برضو هعمل نفس الحاجات اللي عملتها النهارده طول اليوم بالنهار. خلاص براحتك يا حبيبي، خد راحتك. انا كده برضو مش هيجيلي نوم. طب ما فكرتش ان انت اللي ممكن تحضني؟ يعني انت ممكن تحضني لحد ما ادخل في النوم، وبعدين يا سيدي نام بالطريقه اللي تريحك. وانا ممكن اعمل كده جدا جدا، يعني مش مشاكل. هو انت بتاخدي وقت قد ايه عشان تنامي؟ يعني ده حسب بقى جوزي كان مضايقني قد ايه طول النهار. يعني هتروحي في النوم في ثواني. تصبحي على خير. انت من اهله.